بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل نوع من الحلويات خفيف جدا وسهل جدا وفي نفس الوقت لذيذ جدا جدا جدا، وزي ما حضراتكم شايفين ومكوناته بسيطة. عندنا تمر، 3 كوبايات تمر من الطري او العجوة الطري، نكون مقطعينه قطع صغيرة. وعندنا كوباية من السوداني المفروم بس خشن مش ناعم جدا، وعندنا معلقتين زبدة، ونص كوباية من السمسم، وعندنا رشة جوز الطيب ورشة حبهان مطحون. دي كل المكونات اللي احنا عاوزينها. اول خطوة عندنا في طاسة على البوتاجاز هناخدها ونحط فيها المعلقتين الزبدة، ننزل فيها بالعجوة. عندنا النار تكون هادية ونهرس فيها العجوة لحد ما تكون معانا معجون طري يكون سهل التشكيل معانا. بعد ما تكون طرية معانا هننزل عليها الفول السوداني ونقلب مع بعض سوداني مع العجوة وندخلهم مع بعض يبقى خليط متجانس كده. خلاص كده هنضيف ربع كوباية من السمسم. طبعا دي كلها حاجات بسيطة بس مغذية جدا لولادنا. تمر عشان طاقة ومفيد طبعا للتركيز، والمكسرات طبعا ممتازة. خلاص كده خلصنا. هنضيف رشة جوز الطيب ورشة من الحبهان تديهم طعم وتعلي النكهة، وندخل كل المكونات دي مع بعض. بعد كده هنيجي عندنا كيس بتاع التلاجة فاتحينه، هننزل عليه رشة صغيرة من الزيت وننزل التمر فيه. بعد كده هنفردها على شكل رول زي ما حضراتكم شايفين كده. هندخلها التلاجة تبرد عندنا وتتماسك عشان نعرف نقطعها. بعد ما خرجناها من التلاجة ده شكلها قدام حضراتكم. هرش عليها سمسم فوقها وتحتها عشان تبقى سهلة للتقطيع. وكده احنا خلصنا الحلويات بتاعتنا، ما خدتش مننا 5 دقايق وخلصناها. وما شاء الله حلوة ممتازة وطعم رائع. وطبعا لو اول مره بتزورونا متنسوناش في اللايك والشير وتزورونا في القناه كده وتنورونا. وبالهنا والشفا، وما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. ونستمتع بحلوياتنا كده احنا واولادنا. ممتازة وشكلها ممتاز وخفيفة وسهلة وطعمها رائع، والشكل زي ما حضراتكم شايفين جميلة جدا. كل لحظة وحضراتكم طيبين. وما تنسوش طبعا في اللايك والشير.